السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده مع بعض هنعمل ايه؟ جلاش. جلاش باللحمة المفرومة. تمام، معانا بقى كيلو الا ربع لحمة مفرومة، معانا بصلاية كبيرة نقطعها ناعم او نفرمها في الكبة. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب الحاجة اللي هنشتغل فيها. معانا بقى معلقتين سمنة كبار هننزل عليهم باللحمة والبصلاية. هنعصجهم بقى مع بعض كده، نسيبهم يتعصجوا مع بعض زي الفل. نخليها بقى تشرب مع بعضها كده شوية وبعدين ننزل بالبهارات بتاعتنا. ادي بقى البهارات بتاعتنا، ربع معلقة جنزبيل صغيرة كده. تمام. معلقة حبهان مطحون مع جوز الطيب. ربع معلقة فلفل اسمر. هنسيب بقى الكلام ده كله يتعصج كده ويشرب مع بعضه، ونبتدي بقى نجهز الجلاش بتاعنا. طبعا الملح بتاعك. تمام. نروح بقى للصاج بتاعنا. انا هنا الصاج ده خفيف فبحب احط له ورقة زبدة افضل يعني. هتشتغلي انت في صينية يعني الحاجة اللي انت بتشتغلي فيها الصواني بتاعتك براحتك. تمام، ما تحطيش ليها ورقة زبدة مع الجلاش. تمام. هنبتدي بقى هنا، انا دهنت ورقة الزبدة. معانا بقى نص كيلو لبن. نحط له فلفل اسمر، حبهان وجوز الطيب مطحون. تمام، هذا الحبهان بتاعنا هنبتدي بقى هنقلبهم مع بعض. انا هنا عامله ورقتين جلاش. تمام. فهضيف على اللبن، على النص كيلو لبن 3 بيضات بالظبط كده. فانتي على حسب الجلاش اللي معاكي هتضيفي، يعني مثلا عامله ورقه ممكن تضيفي لها بيضايه واحده كفايه او اتنين زي ما تحبي. يبقى نص كيلو لبن 3 بيضات دول لورقتين جلاش. هنبتدي بقى رق الجلاش، هنفرد رق الجلاش بعد كده ندهنه بالسمنة، وهننزل عليه بمعلقتين لبن من اللي احنا جهزناهم دول. وهنمشي بنفس الطريقة دي لحد ما نخلص نص الكمية بتاعتنا. بالظبط كده. اللبن طبعا مع البيض في كل راق بيخلي الجلاش يقب كده ما شاء الله، بيبقى يعني حاجة كده جميلة تفتح النفس. هتلاقي الجلاش بتاعك بيقب وطري وجميل من جوه. تمام، هنوزع بالظبط كده اللبن بتاعنا عليه. ونجهز بقى الخضار الاول. معانا بقى بصلايه صغيره مفرومه كده ناعم. تمام. هننزل عليها بالخضار بتاعنا. طبعا بقى شوربه الخضار معاكي زي ما تحبي تضيفي لها من الخضار ضيفي. تمام. رجعنا بقى للجلاش، هنضيف اللحمه بتاعتنا ونبتدي بقى نكمل عليها باقي الجلاش. نوزعها بس كويس كده الاول، ويا ريت ما نخليهاش توصل لاخر الحرف بتاع الصينيه بتاعتك او الصاج. تمام، هتقطعيها بقى بالطريقه بتاعتك. انا بحب اقطعها يعني قطع صغيره رفيعه، متبقاش عريضه قوي. أكلتنا النهاردة بسيطة وخفيفة وسهلة.
ما بحبش انا بصراحة اعمل زحمة في سفرة الفطار في رمضان، الا طبعا بقى لو عندك عزومة بتعملي بقى كذا صنف يعني. انا لو عملت كذا صنف ما بيتاكلش بصراحة، فحرام. تمام. هنسقي بقى باللبن بتاعنا وبعد كده ندخله الفرن، طبعا الفرن بتاعنا على درجة 180. يا ريت اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش لايك واشتراك. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وان شاء الله تجربوها بإذن الله. نشوف بقى الخضار بتاعنا كده. تمام ما شاء الله. كده ما شاء الله أكلتنا جهزت، ووقفتنا في المطبخ النهاردة كانت سهلة وبسيطة خالص مش متعبة. شوية جلاش، شوية طبق شوربة خضار، زيتونتين كده يفتحوا النفس يعني، كده حاجة تمام أوي الحمد لله، زي الفل. سهلة وبسيطة. في رعاية الله. السلام عليكم.